أزمة جديدة في الأهلي، ريبيرو يصر على التدريبات في حرارة الشمس واللاعبين يرفضون. اندلعت أزمة جديدة داخل النادي الأهلي بسبب خلاف بين اللاعبين والمدير الفني الأسباني خوسيه ريبيرو حول موعد التدريبات. واشتكوا اللاعبين أكثر من مرة من إصرار ريبيرو على إقامة المران في أوقات شديدة الحرارة، مثل 11:10 صباحا أو 1 ظهرا. جاءت هذه الشكوى بسبب صعوبة الأداء في هذا الطقس، مما أثر على لياقتهم البدنية بشكل كبير. أكد مصدر مطلع أن لاعبي الأهلي تقدموا بأكثر من شكوى لإدارة النادي والجهاز الفني لتغيير موعد التدريبات، ولكنهم فوجئوا بإصرار المدرب على قراراته. بل أكثر من ذلك، فقد كان روبيرو يحدد موعدا للمران في 10 صباحا ثم يغيره في اللحظات الأخيرة إلى 1 ظهرا، مما زاد من استياء اللاعبين وأدى إلى تفاقم الأزمة داخل الفريق. كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود تحفظ كبير داخل النادي الأهلي بشأن رغبة لاعبه إمام عاشور في المشاركة بمباراة الفريق المرتقبة أمام بيراميدز. وفقا لتصريحات شوبير الإذاعية، يرفض الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني الأسباني خوسيه ريبيرو فكرة الاستعجال في عودة اللاعب للمباريات إلا بعد التأكد من جاهزيته التامة. يأتي هذا الموقف من إدارة النادي والجهاز الفني حرصا على مستقبل اللاعب وتجنبا لأي مخاطر قد تؤثر على سلامته. وأكد شوبير أن إصابة إمام عاشور في الكتف قد شفيت تماما، وأن اللاعب أصبح في حالة صحية ممتازة. ورغم ذلك، فإن الجهازين الفني والطبي بالنادي الأهلي يرفضان المجازفة بإشراكه في مباراة بيراميدز التي تشتهر بقوتها وحماسها الكبير. وأتم شوبير أن النادي الأهلي يسعى إلى ضمان عودة اللاعب إلى الملاعب بجاهزية كاملة دون أي ضغوط لتجنب تكرار الإصابة أو تعرضه لمضاعفات قد تعطل مسيرته. هذا الموقف يعكس رؤية الجهاز الفني التي تضع سلامة اللاعب في المقام الأول، حتى لو كان ذلك يعني تأخير عودته في مباراة هامة. 3 قرارات في الزمالك ضد سيف الدين الجزيري بعد أزمته مع فيريرا. استقر مسؤول نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عرض التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق إلى البيع في يناير القادم، بعد دخوله في أزمة مع يانيك فيريرا مدرب الفريق وخروجه من حساباته الفنية. وأكد مصدر داخل نادي الزمالك جون أودوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك أبلغ الجزيري بخروجه من حسابات المدرب وعرضه للبيع في يناير القادم، فيما شدد المصدر بأن الجهاز الفني قرر تجميد اللاعب مع تدريبه منفردا خلال الفترة المقبلة بسبب ما بدر منه. وكانت الأزمة بين اللاعب والمدرب قد بدأت حينما طلب المدرب من الجزيري تغيير مركزه من مهاجم صريح إلى جناح أيمن، الأمر الذي رفضه اللاعب ودخل في مشادة كلامية مع مدربه. ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.